في مدينة طيبة التي تقع على ضفاف نهر النيل، يرتفع معبد الأقصر العالي شامخا في الأفق، محاطا بتماثيل الفرعون رمسيس الثاني الضخمة والجالسة بفخر عند مدخل الصرح الأول. يتميز المعبد بصروح ضخمة وقوية تروي تاريخا عريقا من القوة والسيادة. يمتد أمام المعبد الطريق المقدس المسمى بطريق الكباش، الذي يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك، حيث كان هذا الطريق يستخدم في الاحتفالات الملكية الأكثر أهمية. يتردد المشهد السينمائي ليعرض تماثيل رمسيس الثاني الجالسة عند الواجهة الكبرى للمعبد. تلك الواجهة ذات النقوش البارزة والنقوش الهرمية التي تحكي عن عصره الذهبي. المسلة المكسورة تقف بجانبه، رمزا لفترة ازدهر فيها الملك مدمجا الدين والسياسة معا. يغمر المشهد بالضوء الدافئ للغروب ليكتسب الجو ذهبيا صحراويا. ثم ننتقل إلى لقطة علوية للساحة المفتوحة لرمسيس الثاني، حيث تحيط بالمكان أعمدة بشكل زهرة البردي ترتفع بعظمة، وبينها تماثيل للكهنة ونقوش جدارية تصور حياة المصريين القدام. يحملنا المشهد إلى الفناء الداخلي لأمنحت بالثالث. تعد أعمدته البالغ تعدادها 32 عمودا من الرموز الأثرية المهمة. تحاكي الأعمدة السماء، وتقف تماثيل الآلهة على الجانبين موجهة السائحين نحو عالم خفي من النور والقداسة. داخل هذا الصرح يقع قدس الأقداس، حيث كانت تتم الطقوس المقدسة. ينير ضوء المصابيح الزيتية أركان الغرفة، بينما تحتل النقوش صورة ثلاثية الآلهة الطيبية مكانة مركزية في إيمان المصريين القدماء. يمتد المشهد إلى الممر الجانبي داخل المعبد، والذي ازدحم بالنقوش التي تصور المواكب الدينية وتقديم القرابين. احتفالات عيد الأوب، حيث تنتقل تماثيل الآلهة في موكب تحت أضواء المشاعل التي تزين الجدران المنحوتة. وفي ختام الجولات يظهر معبد الأقصر في سكون الليل وقد أضيء بالكامل بمشاعل القمر والنجوم، حيث تتألق جدرانه وتماثيله بضياء ذهبي ساحر.